تخيل معايا المشهد ده، تصحى الصبح تقول المره دي بقى هنخس بجد، تفطر البيضتين وتنزل الجيم تلعب الكارديو بتاعك، تروح على البيت تاكل الغدا التمام، بعدين تسال نفسك وانا مش بخس ليه؟ ده انا باكل اكل قليل قوي. تطلع على الميزان 92 كيلو، بعدها باسبوع 92 كيلو، بعدها بقى باسبوعين 92 كيلو، انما بقى الشهر اللي بعديه على طول بتبقى 92 كيلو. فبتبدا تدور لاي تفسير في الدنيا للي بيحصل ده. انا اكيد عندي حرق ضعيف، او عندي مقاومه انسولين، ولا اقول لك تصدق انا فعلا جسمي بيحبس ميه. بقول لك ايه، انا من الناس اللي اكيد بتتخن من الهوا. بس خليني انا بقى اقول لك ان في احتمال تاني، مش يمكن في حرامي، مش حرامي داخل يسرق منك فلوس، ولا حرامي لابس اسود في اسود ومطوه وبتاع، لا ده حرامي اخطر. الحرامي ده بياكل معاك، والمشكله الاكبر انك مش شايفه. وهنا مش قصدي على الشيطان، ان شاء الله انت بتسمي قبل ما بتاكل. في برنامج بريطاني اسمه سيكريت ايترز، الناس دي كان عندها فكره جباره، جمعوا شويه ناس وزنهم زايد، وفي حاجه كمان مشتركه بينهم، ان كلهم بيقولوا احنا بناكل اكل صحي وقليل جدا ومش عارفين احنا بنزيد ليه. فبدل ما البرنامج يقول له لا يا حبيبي انت بتكذب، قرروا يراقبوه. كاميرات في البيت، كاميرات بره البيت، كاميرات بتتتبعه، بيشوفوا بيعمل ايه طول اليوم، بيشوفوا بيشتري ايه، بيشوفوا بياكل ايه بره. وفي اخر الحلقه بيقعدوا الشخص ده قدام شاشه كبيره كده ويقولوا له تعال نشوف بقى يومك كان ماشي ازاي. اكلت حاجه تانية النهارده؟ لا انا فطرت في الفندق بس، وكلت برجر وانا نازل بس، والشاورما اللي في الترانزيت والشاورما بس، والبيتزا اللي عند الراجل والبيتزا بس، او برطمان النوتيلا صحيح مين فيكم اللي كله؟ انا بس، الكيكه اللي في الاتوبيس والكيكه بس. كنتش كلت الايس كريم بصراحه. والله العظيم انا غبي، انت غبي بس. فجاه يلاقي نفسه الصبح واكل حاجه كده، خد بسكوتيه كده، لقمه من واحد صاحبه، شويه حاجات هو بيعتبرها مش محسوبه. بالليل بقى هاكل حاجه خفيفه، الحاجه الخفيفه دي كانت وجبه اللهم بارك يعني. الاغرب ان الشخص ده ما كانش بيكذب، هو فعلا شايف انه ما بياكلش، لان الحاجات دي كلها مش محسوبه. وهو ده اول حرامي، الاكل اللي مش بنعتبره اكل، لان عندنا تعريف غريب جدا للاكل. لو انت قاعد قدام طبق رز وفراخ او طبق مكرونه ولحمه فانت كده اكلت، لكن لقمه من طبق صاحبك دي مش محسوبه يا راجل. معلقه مايونيز ده صوص يا عم، الاكل ناشف. معلقه زيت صغيره دي معلقه صغيره يا عم. السكر اللي على القهوه، كوبايه القهوه يا باشا لازم نصحصح. طب حفنه من المكسرات ده الاكل الصحي بقى، انت عايز تبص لي كمان في الاكل الصحي؟ معلقتين نوتيلا، لسه جايبين البرطمان جديد ولازم ادوق، يعني كنت بدوق بس. المشكله ان جسمك مش بيشتغل بالطريقه دي، يا ريت والله جسمك مش بيقول تصدق فعلا دي لقمه هعديها لك المره دي خالص. السعرات كلها بتتحسب، السعرات الصغيره دي لو اتجمعت طول اليوم بتفرق فرق كبير جدا. عشان كده لو انت مش عارف وزنك ثابت ليه بقاله فتره، جرب تعمل حاجه بسيطه جدا الاسبوع ده، اكتب كل حاجه بتاكلها، مش عشان تعيش طول عمرك بميزان مطبخ ولا تخاف من الاكل ويبقى عندك منه فوبيا، بس عشان تعرف انا فعلا باكل ايه. تعال اعرفك على تاني حرامي. الحرامي ده موجود في السوبر ماركت، خلينا ننزل مع بعض. داخل ومعاك لسته بيض وخيار خضار وزبادي، وانت مركز جدا انا ملتزم وايدي مش هتروح كده ولا كده. وفجاه تعدي جنب رف الشيبسي، تبص تلاقي مكتوب طعم جديد، تقول لا انا ملتزم وتمشي، بس تعدي من عليه تاني تقول لا بجد انا ملتزم. 3 خطوات بالظبط، هترجع تمد ايدك على كيس الشيبسي تجيبه وتقول هجرب بس الطعم ده المره دي. مين اللي خلاك تشتريه؟ هل انت كنت جعان؟ لا. هل انت كنت مخطط انك هتشتري الشيبسي ده في الليسته؟ برضه لا. طب حصل ايه؟ انا هقول لك، انت اتعرضت ليه، وده واحد من اخطر الحاجات في موضوع الاكل. الشركات مش محتاجه تيجي تقول لك اشتري الشيبسي ده حالا، مجرد وجودك قدام كيس الشيبسي اللي هم مصممينه لون معين، شكل معين، مكان محدد كده في الرف، عرض يا باشا اشتري 2 وخد التالت هديه، صوره كده اكل عمرها ما تطلع من مطبخ بشري، وشويه كلام حلو بقى زي خفيف، بروتين طبيعي، خالي من السكر، خالي من الجلوتين. وفي نسبه كبيره من الاحيان الاعلان مش بيبقى قصده اصلا يبيع لك الاكل، بيبقى قصده يبيع لك الشعور او الاحساس اللي هتحسه من ورا الاكل ده. كافئ نفسك، انت تستاهل. لمه العيله يا باشا، انت جاي بعد يوم طويل، طب ما تعيش اللحظه. كلها جمل بتخليك مش شرط تكون جعان عشان تفكر في الاكل، كفايه ان الاكل هو اللي بيفكر فيك الاول. والابحاث بتشير ان الاعلانات وتسويق الاكل بيأثروا على استهلاكنا واختياراتنا للاكل. يعني احيان كتير القرار اللي انت بتبقى فاكر انك واخده بمحض ارادتك الكامله مطبوخ لك ومتجهز لك من الاول. وده الحرامي التاني، نقدر نسميه الحرامي اللي لابس بدله. اخرج لي بقى كده من السوبر ماركت وخلينا نروح لاصحابك عشان اعرفك على الحرامي التالت. انت خارج معاهم، واحد بيقول لك احنا هنطلب بيتزا نجيب لك، فانت قلت له لا والله انا عامل دايت. يقول لك يا عم هنجيب لك حته صغيره، تقول له لا يا عم حته واحده. لا يا باشا حته مش هتقتلك يا عم. لا انا قلت لك بقى اعمل دايت. خلاص يا عم براحتك، احنا هنطلب وناكل. تسكت وتبص للبيتزا وتبص لاصحابك وتبص للبيتزا وتقوم سالت حته. انت هنا مش بالضروره كنت جعان، انت هنا اتاثرت باللي حواليك. احنا كبشر بنتاثر جدا بالناس اللي حوالينا. لو صحابك كلهم بيطلبوا اكل، الاكل بيبقى جزء طبيعي جدا من الخروج. ولو كل مره بتخرجوا لازم بتاكلوا، عقلك اللاواعي او مخك بيبدا يربط الخروجه
بالاكل. انت متخيل ان انت لو كل مره بتروح فيها الجيم بتطلع تاكل حاجه حلوه، برضه عقلك ممكن يربط الجيم بان في مكافاه او حاجه حلوه بعد التمرين. الجيم نفسه ارتبط عندك بالاكل. ولو كل يوم جمعه بتصحى قبل الصلاه طبق الفول والطعميه وشويه البيض والجرجير، اساسيات حياه دي يا ابني، انت هتخلف ديننا ولا ايه؟ طبعا يوم الجمعه ست الكل واخده اجازه فهنطلب اكل من بره. مع السنين والوقت الكبير دي بتتحول معاك لعاده، وده مش معناه انك ضعيف. احنا ببساطه بنتاثر بالبيئه الاجتماعيه اللي اتحطينا فيها. هو ده الحرامي، اسمه ما كل الناس بتاكل. اطلع لي بقى من قعده صحابك دي، تعال اعرفك على اخطر حرامي فيهم. تقدر تقول لي مين اول ناس علموك الاكل؟ اهلك طبعا. من وانت صغير ممكن تكون سمعت جمل كتير زي خلص طبقك، اوعى تسيب حاجه في الطبق، مسح الطبق، ما تسيبش الاكل اللي هيطلع يجري وراك يوم القيامه. ساب شويه الاكل دول لمين؟ انت عايز الشيطان ياكلهم؟ خلصت اكل، ننزل بالحلو بقى. ايه ده انت زعلان ليه؟ تعالى كل، تعالى كل. يومك كان طويل وتعبان، فين الاكل يا ابني؟ اوف نجحت، عزومه بقى واكله حلوه. فجاه الاكل ما بقاش مجرد اكل، بقى مكافاه، راحه، فرحه، احتفال، حب، واحيانا طريقه بنهادي بيها نفسنا. ده فعلا ممكن يكبر معاك. تخيل واحد اتربى من وهو صغير ان حاجه حلوه معناها مكافاه، كبر ودخل الشغل كان يومه سيء جدا، روح البيت انا عايز اكل حاجه حلوه، مش لانه جعان بس لانه متربي من سنين ان الحاجه الحلوه بتخليني احس احساس احسن. وده مش معناه ان اهلك عملوا حاجه غلط، ولا ان الاكل المصري او اكل معين غلط، ولا حتى ان الحل ان احنا نبطل ناكل مع بعض. بالعكس تماما، ابسولوتلي الاكل جزء من مجتمعنا وثقافتنا. لكن في فرق بين انا بحب الاكل ده والاكل ده انا متعود ان انا باكله في مواقف معينه. الحرامي ده الحرامي اللي اتربيت معاه. خلينا نجرب تجربه واعرفك على الحرامي الخامس. عايزك تفتح اليوتيوب وتجيب افضل صانع محتوى ليك، مش محتاجه كلام يعني، وتجيب كيس شيبسي كده من ابو 10 ولا ب 15 دلوقتي مش عارف، وتفضل مركز جدا مع الراجل وتركز مع الراجل جدا. انا عايزك تشوف هو بيقول ايه وتفهمه كويس وتاكل. بعد 10 دقايق تلاقي الراجل لسه بيتكلم بس بقك بطل يشتغل، مش عشان انت شبعت، عشان كيس الشيبسي فضي. تبص كده الكيس الشيبسي وتقول مين اللي اكل ده؟ فضي ازاي يا حبيبي؟ انت والله اللي اكلته، بس انت ما كنتش مركز، كنت مركز في الفيديو. وده بيحصل كتير قوي. بناكل واحنا بنتفرج، بناكل واحنا بنلعب، بناكل واحنا بنتكلم. الاكل بيبقى موجود بس انتباهنا مش عليه. يا سلام بقى لو ركزت ووعيك رجالك وانت في نص كيس الشيبسي، يحصل بقى السيناريو المشهور: خلاص بقى انا بدات الكيس، خلينا اخلصه مش مشكله. وبعدها بشويه اوف انا خلصت الكيس، انا كده النهارده يوم الدايت باظ، مش مشكله بقى نبدا من بكره وهناكل النهارده اي حاجه. يجي بكره حاسس بالذنب وامبارح باظ، الاسبوع ده مش جاي معاك سكه، خلينا نبدا من يوم الاحد اللي جاي. يجي يوم الاحد والاثنين والثلاث، لا خلينا نبدا بقى من اول الشهر اللي جاي بدء على نظافه بقى. يجي الشهر اللي جاي في حد يا راجل يبدا قبل العيد، خلينا نبدا اول ما العيد يجي. ودي مشكله كبيره جدا بتخلي بعض الناس بيحسوا ان هم يا اما ملتزمين 100% يا اما هو عاكك الدنيا ومش نافع. مع ان الحقيقه مش لازم. وجبه واحده او كيس شيبسي صغير مش هيبوظ لك اليوم ولا هيبوظ لك الدايت اللي انت بقالك فتره بتعمله. زي بالظبط ما وجبه صحيه واحده مش هتخليك معضل ولا هتخليك فورمه. والحرامي ده هو الحرامي اللي بيشتغل وانت مشغول. دلوقتي انت اكيد بتسال نفسك سؤال: هو مين السبب؟ اهلي ولا الشركات ولا اصحابي ولا الاعلانات ولا عاداتي؟ الحقيقه ان كلهم ممكن ياثروا، ولكن لو طلعنا من الفيديو واحنا بنقول ان اهلك هم السبب، صحابك هم السبب، الشركات دي هي السبب، فاحنا كده عملنا مشكله اكبر بكتير. ببساطه خلينا نفسنا الضحيه وعملنا شماعات بنعلق عليها مشاكلنا، لانك عمرك ما هتقدر توقف الاعلان، ولا عمرك هتعرف تغير صحابك كلهم، ولا هتقدر تمنع اهلك من ان هم يجيبوا البيتزا يوم الجمعه. لكن تقدر تعمل حاجه اهم، تقدر تلاحظ. طب هنعمل ايه؟ انا عايزك تمسك الحرامي متلبس. سجل اكلك لمده اسبوع، كل حاجه حرفيا، اللقمه اللي خدتها من صاحبك، شويه النقنقه، شويه الفاكهه اللي كلتها لما فتحت الثلاجه، شويه الزيت، الصوص اللي على الاكل، المشروبات الزياده اللي جنب الاكل، السناكس اللي بين الاكل، اللقم اللي بتخطفها، اي حاجه عدت على نظامك الهضمي اكتبها. وبعد ما الاسبوع ما يعدي ارجع بص على اللي انت كتبته، مش علشان تجلد نفسك بس علشان تفهم نفسك، وهتقدر تقفش فعلا الحرامي الحقيقي وهتقفشه متلبس. انا عايزك قبل ما تاكل تسال نفسك سؤال قد يبدو ساذج ولكن قوي جدا: هل انا جعان فعلا؟ لو كل، لو لا طب انا عايز اكل ليه؟ زهقان ولا متوتر ولا قاعد مع صحابي ولا انا شفت اعلان ولا انا عشان فاضي متعود ان انا باكل في الوقت ده، ولا بس لمجرد ان الاكل محطوط قدامي؟ صدقني مجرد ما هتعرف السبب قرارك هيبقى واعي اكتر بكتير. واهم حاجه عايزك تحطها في دماغك: ما تفضلش معتمد على قوه الاراده. لو عندك كيس شيبسي مفتوح جنبك كده على المكتب وكل مره تقول لنفسك لا انا مش هاكل، انت مش محتاج قوه اراده، انت محتاج تبعد كيس الشيبسي. خلي الاكل الحلو او الاكل اللي انت عايز تاكل منه اكتر يبقى سهل الوصول، والاكل التاني اللي مش عايز تاكل منه خليه يبقى صعب الوصول. هو مش ممنوع بس خليه بعيد شويه، مش قدامك طول الوقت. يا سلام بقى لو انت قوي جدا وقدوه وعرفت تغير عاداتك القديمه. حولت مثلا ان الحلو بعد الغداء بقى الحلو لما انا اختاره. حولت حته ان الاكل لازم يخلص انا هاكل لحد ما اشبع. او لو كل مره بتتضايق فيها بتروح تاكل حاجه حلوه، جرب مره تتضايق وتروح تفضفض لحد. انت كده مش بتحرم نفسك ولكن بتفصل الاكل عن كل حاجه تانية في حياتك. في النهايه
لازم لما تخس يكون في عجز في السعرات، دي حاجه مثبته وعلميه ومفروغ منها. بس معرفه المعلومه دي لوحدها مش كفايه، لان اصعب سؤال مش ازاي اكل اقل، اصعب سؤال هو انا ليه باكل اكتر مما انا متخيل. يمكن عشان اللقمه اللي مش محسوبه، يمكن عشان الاعلان اللي خلاك تفكر في الاكل، يمكن عشان قاعد مع صحابك، يمكن عشان قواعد اتعملت وانت صغير، ويمكن عشان بتاكل وانت بتتفرج ومش واخد بالك، او يمكن علشان في حرامي. والاهم من انك تمنع نفسك من الاكل انك تبقى عارف مين اللي كان بياخد قرارات الاكل مكانك، لان مجرد ما هتشوف الحرامي سرقته هتبقى اصعب بكتير. والمره دي بقى مش عايزك تستجوب الميزان، انا عايزك تستجوب الحرامي. السلام عليكم.